لو طبيعتك عملت الصوت ده لازما فورا توقف طباعة بيها وتروح توديها لفني علشان يبص عليها ويكشف عليها. الصوت ده خطر جدا يا جماعة. اسمع كده الصوت ده معايا. الناس اللي بتسألني الصوت ده ايه، بص كده وركز في الصورة، هتلاقي فيه الجراب بيلف اهوت. الجراب اللي جوه ديت زي ما انتوا شايفين الجراب مقطوع اهو من المنطقة دي كده اهي اهي. المنطقة ديت الجراب مقطوع اهوت والجزء التاني مش مكمل اهو. طيب لو انا اشتغلت عليها هتعمل معايا مشاكل اكبر وممكن تدخلني في براشر، يعني بدل المشكله ما تبقى بسيطه تبقى مشكله كبيره. وهوريكم دلوقتي شكل الجراب بعد ما افك السخان. دلوقتي اهو بقى احنا فكينا السخان اهو تمام زي ما انتوا شايفين الوضع. الجراب مقطوع اهو، الجراب مقطوع اهوت، وكمان مبوظ البراشر من تحت اهو. البراشر من تحت اهوت هتلاقي المنطقه ديت بدأ الكيس اللي عليها ديت او الماده اللي عليها ديت بدأت تطلع، وكده الجراب والبراشر هيعوزوا تغيير. فللاسف لازم نغير الاتنين. وده طبعا كويس ان هي وصلت للمرحله ديت، ما بوظتش حاجه اكتر، ما بوظتش سيراميك السخان، ما بوظتش حاجه كبيره في السخان. اهم حاجه لو سمعت الصوت ديت ما تنساش ان انت توقف المكنه خالص وتطلع بيها على فني. حتى ما تنساش بقى لايكك الجميل وشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد.